معكم مستر إيهاب رمضان. النهاردة إن شاء الله هنستعرض منهج الرياضيات السنغافوري. طبعا منهج الرياضيات السنغافوري من المناهج المتقدمة المفيدة جدا لأولادنا. المنهج إن شاء الله اللي احنا هنستعرضه النهاردة تقدر تشرحه لابنك لو عنده 6 سنين أو أقل لو عنده استعداد، يعني شفت على ابنك الذكاء بتاع إن هو يقدر يستقبل في سن أقل من 6 سنين مفيش مشكلة. أول حاجة معانا في المنهج اللي تبدأ تدرسها لابنك هو التعرف على المجموعات. لازم طفلك يقدر يميز المجموعات، يعني يقدر يميز مثلا مجموعة الحيوانات، مثلا يقدر يميز مثلا ابنك مجموعة الأشياء اللي بيستخدمها في المدرسة زي الكراسة، زي الكتاب، زي القلم، وهكذا. بعد كده لازم طفلك يقدر يحدد يعني ايه أمام، يعني ايه خلف، يعني ايه يمين، يعني ايه يسار. لازم يقدر يحدد ايده اليمين من ايده الشمال، لازم يقدر يحدد رجله اليمين من رجله الشمال. تمام. طيب مثلا في تمرين زي ما انتم شايفين اهي، مثلا حافلة الركاب. حافلة الركاب دي يعني الاتوبيس اللي هو ده امام. تقول له بقى امام مين؟ امام السيارة، وهكذا ويوصل. بعد كده لازم طفلك يحدد مجموعة من الأشياء، يعني هنا تطلب منه إن هو يرسم دايرة حول مجموعة النحلات. تروح راسم دايرة. تمام. مثلا يرسم دايرة حول العناصر التي يستعملها أثناء المدرسة. طبعا هو بيستعمل قلم، بيستعمل أستيكة، بيستعمل كتاب. تمام. بيستخدم الشنطة بالطبع. تمام. لكن طبعا ما بيستخدمش لا السمكة ولا الفرشة ولا الكرة. بعد كده تطلب منه المزاوجة، يعني يربط كل حاجة بالحاجة اللي قدامها. هنا لازم يبقى عنده عملية الربط. يعني مثلا الطيارة طبعا بيقودها الطيار. تمام. الولد بيلعب باللعبة. تمام. الطفل هنا بيصطاد سمكة، وهكذا. طيب هنا بقى لازم أعلمه يعني إيه تساوي، ويعني إيه علامة التساوي، وإن الشرطتين اللي تحت بعض دول معناهم تساوي، معناهم إن الحاجة دي قد الحاجة دي. هنا في ثمرتين من الفاكهة، هنا ثمرتين من الفاكهة، هنا كورتين، هنا كورتين. يبقى العلامة اللي بنحطها دي هي علامة التساوي. بعد كده لازم أعلمه يعني إيه عدم التساوي. زي ما انتم شايفين هنا 4 سمكات وهنا 3 مراكب، إذا هم مش متساويين في العدد. فلازم يتعلم يعمل مقارنة، يشوف مين الأكبر ومين الأصغر. تمام. ويعمل العلامة دي وأقول له كده إن بق العلامة بيتحط ناحية الكبير أهو. أنا دايما بشبهها بقول بق العلامة بيبوس الكبير، يعني أنا ممكن أرسم ده كده شخص بالشكل ده. بق العلامة بيبوس الكبير. طبعا دي بقى مرحلة تعليم الأعداد، وطبعا هبدأ أعلمه بداية من 1 ل10، وأفهمه وأعمل له علاقة بين شكل العدد ووجوده في الطبيعة. يعني هنا الواحد ما هو إلا عبارة عن فرخة واحدة، حاجة واحدة. الاتنين خروفين زي ما انتم شايفين، التلاتة 3 أرانب، وهكذا. وازاي يكتب الرقم 1. تمام اهو ازاي يكتبه. وطبعا هيقعد تعمل له نقط زي ما انت شايفين عشان يوصل ويقدر يتعلم كتابة العدد. طيب الخطوة اللي بعد كده هي المقارنة، احنا قلناها قبل كده. تمام كده. وهنا المقارنة باستخدام المكعبات، يعني تجيب مكعبات وتخلي الطفل يعمل العدد 5 على شكل 5 مكعبات، والعدد 3 يعملوا على شكل عدد 3 مكعبات. وطبعا يبقى ال5 مكعبات أكبر من ال3 مكعبات، وتفهموا العلامة دي إن هي زي ما قلنا قبل كده إن هي بتبوس الكبير، بتبقى ناحية الإيه؟ ناحية ال5. تمام. واحنا لما تكون العلامة بالشكل ده يبقى دي كده معناها أكبر من، ولما تكون العلامة بالشكل ده معناها أصغر من. ما زلنا هنا في مقارنة الأعداد، ولابد إن هو يتعلم المقارنة ويشوف العدد الأكبر بيزيد بكام أو العدد الأصغر بيقل بكام. فطبعا هنا عملنا ال3 على هيئة 3 مكعبات، والاتنين هنا عبارة عن مكعبين، فبنقول إن ال3 بتزيد عن الاتنين بمكعب واحد أو بالعدد واحد، وهكذا.
ما زلنا في تمثيل العدد بالمكعبات. تمام. هنا كل عدد زي مثلا الأربعة بكون له مجموعتين. تمام. فعندي كذا اختيار، ممكن أكون 3 مكعبات مع مكعب، يبقى ساعتها العدد 4 عبارة عن 3 و1. أو ممكن أكون مكعبين ومكعبين، يبقى ساعتها العدد 4 عبارة عن 2 و2، وهكذا. طيب نبدأ هنا بقى مرحلة الجمع. هو خلاص عرف مين الأكبر ومين الأصغر، وعرف إزاي يكون الأعداد، فهنا هنقدر نبدأ نعلمه الجمع. تمام. ونبدأ نقول له حط الكبير في مخنا، ونبدأ نعد من بعد العدد الأكبر. تمام. يبقى أنا أبدأ دايما بعد العدد الكبير اللي هو ال6، هعد من بعد ال6، يبقى ده كده أسدي 7 8، يبقى 6 زائد 2 بكام؟ ب8. ونعلمه إن دي معناها علامة الجمع، معناها اللي أنا بضيف بزود. فدايما أعلم الطفل إن الجمع ما هو إلا إضافة، زيادة. طيب هنا المقارنة بالمماثلة، بمعنى إن كل طفل بياكل كعكة أو بسكوتة واحدة، إذا في طفل زيادة ما بياكلش، يبقى أنا هنا أعلمه إن الأربعة بتزيد عن التلاتة بكام؟ بواحد، وهكذا. هنا نفس الكلام، كل جزمة قدامها شراب أو جورب. تمام. يبقى هنا فيه زيادة جوربين أو شرابين. الجمع باستخدام مكونات العدد. ما زلنا في الجمع. تمام. هنا بيقول لي هنا ما عدد طيور البطريق. تمام. زي ما انتم شايفين هعد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. يبدأ الطفل يعد. تمام. فطبعا هنا مجموعة مكونة من 3 بطاريق، وهنا مجموعة مكونة من 5. فالطفل بقى يعرف إن ال5 زائد ال3 بتساوي 8. طب نبدأ بقى هنا نعلمه الطرح، وهنا الطرح هنعلمه له بالاستبعاد. تمام. طبعا هنا بيقول لي أمامك 9 من العناكب تتناول طعام الإفطار، أشطب على 6 منها. فطبعا لما بشطب على 6 منها يبقى ده هنا أنا معناها طرحت. يبقى هنا 9 لما أشيل منها 6 هتديني 3. وأعلمه إن العلامة دي معناها علامة الطرح، وعلامة الطرح معناها الاستبعاد. هنا ممكن في استراتيجية تعليم الطرح اللي هو باستخدام مكونات العدد. تمام. طيب هنا الكل الطبق فيه كل القطع اللي في الطبق هي عبارة عن ال5 قطع اللي في الطبق والقطعة اللي بياكلها الطفل. تمام. يبقى هنا 6 قطع. لو شلت القطعة اللي بياكلها الطفل يبقى هنا 6 ناقص 1 بكام؟ ب5. تمام. طيب نفس الكلام هنا، ما عدد حيوانات فرس البحر التي لم تذهب إلى الحفلة. تمام. هنعد كل الحيوانات، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فلما استبعد 10 استبعد منهم ال3 دول، 10 ناقص 3 يدوني كام؟ يدوني 7. يبقى هنا ال10 عبارة عن 3 و7. لما استبعد ال3 يبقى 10 ناقص 3 يديني 7. هنا بقى الطفل لازم يتعلم تكوين قصص عن الطرح من مواقف حياتية. كذلك برضو الجمع لازم يتعلم تكوين قصص عن الجمع. طيب هنا بقى التعرف على الأشكال والأنماط، يتعرف على شكل الدايرة، يتعرف على شكل المثلث، يتعرف على شكل المربع، وإنه ممكن من شكل يقدر يكون شكل. يعني المربع لو قسمه بالشكل ده يقدر يكون له مثلثين. طيب التمرين ده جميل جدا، بيدرب الطفل على قوة الملاحظة. تمام. هنا بيقول لي هنا أول حاجة الطفل طبعا لازم يعدها هي عدد الطوابق، وإن إحنا نفهمه إن عدد الطوابق بيتعد من تحت لفوق مش من فوق لتحت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هبدأ بقى بتاع ده يجاوب على الأسئلة اللي عندي. هل يوجد أحد في الطابق الأول؟ يبص على الطابق الأول ويقول على اللي شايفه مثلا عروسة أو اسم الشخصية أو. تمام. في أي طابق يوجد قط يفضل يدور في الطوابق كلها عن القط، فيقول مثلا القط موجود أهو في الطابق الرابع. في أي طابق يوجد اللص، وهكذا. تمرين جميل جدا ومفيد لقوة الملاحظة بتاعة الأطفال. يبدأ بقى المرحلة دي يعد لحد 20.
تمام. بعد نفس الكلام يتعلم الأكبر والأصغر، ويتعلم تكوين العدد بالمكعبات. طيب هنا بقى مرحلة الجمع والطرح، يبدأ يتعلم الجمع والطرح حتى العدد 20. وأول طريقة هنا لتعليم الجمع اللي هي بتكوين العشرة. ودي بالمناسبة دي أنا حاجة بستخدمها لحد دلوقتي، اتعلمتها من أنا طفل ولسه إلى الآن بتعلم، بجمع بتكوين العشرة أو بطرح كمان بتكوين العشرة. يعني إيه الكلام ده؟ باجي على العدد الكبير اللي هو التمانية، واخد من العدد الصغير منه رقم لحد لما التمانية تبقى 10، فهاخد 2. اصبح هنا دول اصبحوا 10، فبجمع عليهم اللي اتبقى اللي هو الأربعة، فأصبح الجمع أصبح أسهل. لما أجي أجمع 4 زائد 10 يديني كام؟ 14. طيب ما زلنا في الجمع باستخدام العشرة. ما هي مكونات العدد دي اللي هي 10، اللي أنا بخلي العدد عبارة عن 10 زائد رقم. يعني هنا دي 16، عملته 10 زائد 6، وجمعت التلاتة مع الستة فادتني 9، فلما جمعتها على العشرة بقت الايه؟ بقى الجمع اسهل، يبقى هنا ناتج الجمع بكام؟ ب 19. طب نيجي هنا بقى لمرحلة الطرح. تمام. وطبعا انا بعلم الطفل ان الطرح بيكون بالاستبعاد. 17 جديا استبعدت منهم 3، يبقى هنا 17 ناقص 3 هيديني كام؟ هيديني 14. طب ازاي اعملها باستخدام مكونات العدد؟ طبعا احنا قلنا ال17 بعملها كام؟ 7 و10 عشان تبقى اسهل. بشيل من السبعة دي، بشيل منها التلاتة فيتبقى 4، فأجمع الأربعة والعشرة، 4 زائد 10 يديني كام؟ 14. والحمد لله بكده نكون انتهينا من شرح الجزء الأول من رياضيات المنهج السنغافوري. في طبعا جزء تاني، لو عجبكم الجزء الأول هعمل إن شاء الله في الجزء التاني. ودي هنا الجزء الأول والجزء التاني خاص بالمرحلة الأولى من تعليم الطفل مادة الرياضيات. تمام. لو عجبتكم السلسلة دي هبدأ أكملها، وأتمنى أن أنا أكون أفدتكم. وطبعا شعاري في القناة دايما سأعلمكم كل ما علمتني الحياة إياه. وأتمنى منكم طبعا الشير والسبسكرايب والاشتراك في القناة. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.